غرضه إصدار المكتب الوطني للأعمال الجامعية والاجتماعية مجموعة من الشروط المحددة أو التي ترشح الطلبة للاستفادة من الولوج للسكن الجامعي. نحن في منظمة الطلاب كنا نتمين يعني وضع شروط ووضع ضوابط على اعتبار أنه في السابق لم تكن هناك ضوابط محددة، فإننا مع ذلك نسجل مجموعة من الإشكالات التي عانت منها هذه العملية وعانت منها هذه الضوابط. فتم التأخر في الشروط التي تم ودخولها هزيلة لا تحظى ولا تتمتع بحقها في الولوج للسكن الجامعي. بالتالي هذا الضابط يعتبر ضابطا غير موضوعيا وضابطا يعني غير واقعيا. زائد الضابط ديال حصول الطلبه على المنحه على اعتبار انه تم اعطاء الاولويه للطلبه الحاصلين على المنحه للاستفاده من الحي الجامعي. المنحه التي حصل عليها داخل الاعتقاد حيث نسجل مجموعه من المضايقات التي تعاقب الاخ وعضو منظمه الشباب المعتقل في اكمال المشوار الدراسي داخل الاعتقاد. على المستوى القيمي رصد التقرير الملاحظات القيميه التاليه: اولا استمرار تفشي مظاهر الزبونيه والمحسوبيه والرشوه والفرص. يعني المنظمه الجمهوريه استطاعت ان تكشف عن عدد لا باس به من نفاق الفساد في سلك المنصه، مع ذلك لم يتم يعني محاسبه المسؤولين عن هذه المسائل. ثم استمرار انتهاك حرمه الجامعه من خلال تنظيم الجامعات لانشطه تخدش بالحياه وتشيع فيها التفسخ والمروءه. كل هذه المؤشرات تؤشر على ان الجامعه بالاضافه الى السياقات التي ذكرتها في بدايه هذا التقرير تؤشر على ان الجامعه المغربيه تدخل مرحله جديده تستوجب على المسؤولين عن القطاع التعليمي تجاوز النظره الضيقه والنظره الاقصائيه التي كانت تحسن الطلاب من الاستماع اليهم والانصات اليهم والدخول في مقاربات تشاركيه يكون فيها للطلاب صوت مسموع حتى تكون اصلاحات التعليم المستقبلي. نعلن عن نداء انصتوا الطلاب نريد معرفه المعرفه، نريد جامعه للمعرفه. هذا النداء الذي جاء كاستمرار والتتويج لمجموعه من الاشكال النضاليه، مجموعه من الانشغالات والمناشط ديال المنظمه الطلابيه. وبالاساس هو يرون اندراج الجامعه ضمن مساقات التحول الديمقراطي التي تعرفه الامه الاسلاميه. ولذلك نعتبر بان الى اليوم بشكل ممنهج يتم تغييب الطلاب بشكل اساس اللي هما كتله حرجه فئه مثقفه يتم تغييبهم عن فضاءات الاشتغال الاساسي. وايضا اللي خصنا بدا الطلبه يكون عندهم موقع اساسي في تهيئ له ثم ايضا في هيكلته فيما بعد. ثم ايضا النقاش اللي كان حول اصلاح التعليم، اعتقد بان وهذا قلنا في هذا النداء اعلنا فيه موقفنا بان نرفض اي تهريب لقضيه التعليم ضمن التشاور المجتمعي والاشراك والمقاربه التشاركيه. ولذلك في منظمه الطلاب نحن مستعدين كما هي العاده على اننا مستعدين نحضر في جميع الاشكال النضاليه والحركات الاحتجاجيه الشبابيه من اجل تعميق الوعي ضروره ان الانصات للشباب. ثم هذا ايضا كيجي تزامنا مع التقرير الذي اعلناه ديال الدخول الجامعي اللي هو يرسم مجموعه من الاختلالات مع بعض وزير الإعلام الشركة الجامعية للإعلام. أولا نشكر الفريق الثقافية لأنه واحد العدد من الملاحظات حول هذا النداء. أولا تحدثتم بشكل مستقيم عن تشخيص الوضع الجامعي المختلف المثالي، وهذا التشخيص عرفناه منذ أزيد من عقد من الزمان. أحزاب سياسية تشخيص، مراكز الأبحاث تشخيص،
لكن للاسف الشديد ان هذا التشخيص لم يبرح مكان جميع التشخيص ويعطي صور سوداويه، منهم من يعطي صور موضوعيه، ولكن السؤال مطروح: هل تم يعني تحويل هذا التشخيص الاحتجاجي ان صح التعبير، هل تم تحويله الى وثائق اقتراحيه، قوه اقتراحيه في شكل مشاريع قوانين، في شكل مذكرات حقيقيه، في شكل نقاش جري مع الجهات المعنيه، ام انه بقي مكانه كالعاده دائما بيانات وبلاغات ومذكرات احتجاجيه؟ تحدثتم ايضا عن المساله ديال ان احسستم بنوع من الاقصاء من قبل المجلس الاعلى للتعليم العالي اللي كيترأسوا عازمان، ولكن السؤال اللي كيطرح: من وزارة الشباب حول مقترحنا لهيكلة المجلس الأعلى للشباب والعمل الجمعوي، وبالتالي فنحن أي عمل أو خلل نرصده فيما يخص الجامعة نقدم بالوثائق، نحاول أن يكون صوت الطلبة على الأقل ممثلا في هذا الاتجاه. طبيعة الحال السؤال ديال من يمثل الطلبة في الإشراك حول الإصلاح